أنا ما أعرفكش، ولكن الفترة دي أنت بتمر بأزمات على المستوى الشخصي. من غير مقدمة طويلة هندخل في موضوع الفيديو النهاردة. احنا النهاردة هنتكلم عن إدارة الأزمات الشخصية. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم، ايه الأخبار؟ أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة كايزن. كايزن هي كلمة يابانية معناها تطوير المستمر، وده هو هدف القناة بتاعتنا إن شاء الله. في الفيديو ده هنتكلم عن إدارة الأزمات الشخصية أو فن إدارة الأزمات الشخصية. كلنا بنتعرض خصوصا الفترة دي لأزمات مادية كتير. الأزمات المادية للأسف بتسمع وبتضغط على الواحد، فبيوصل لأزمات نفسية، والأزمات النفسية للأسف بتوصل في النهاية إنها تسمع وتبقى أزمات جسدية. بداية في نقاط واضحة. قبل النقاط الواضحة أنت محتاج إنك تتعرف وتفهم إيه الأزمات اللي أنت بتمر فيها الوقت الحالي. في 5 حلول، أو خلينا نقول 5 خطوات. الحلول ممكن تاخد حل وتسيب التاني، لكن الخطوات بتبقى جاية ورا بعضها. الخطوة الأولى، الحل الأول أو الخطوة الأولى بيندرج تحته ألف وباء. ألف، علاقتك بربنا. الأذان لما بيدن أنت فين؟ أنت في أنه مسجد؟ أنت في أنه صف؟ علاقتك بربنا وعلاقتك بالصلاة دي يعني بديهيات، ده أولا. باء أو ب، المؤشر بتاع المصحف بتاعك لو ما بيتحركش انت فعلا في مشكلة، انت فعلا في مشاكل مش في مشكلة. ده الحالة رقم 1 او الخطوة الاولانية. 2، طلب الدعم. انا عارف انك هتقول انا مش محتاج دعم من حد، مش محتاج حد، انا مش محتاج حاجة من حد، ولكن لا، احنا محتاجين بعض، احنا فعلا بنحتاج لبعض. دكتور ياسر بدر الحزيمي في بودكاست كيف تنجح العلاقات، بودكاست حلو جدا، لو ما اتفرجتش عليه روح شوفه يعني. بيقول لا علاقة بدون حاجة. طبعا للحظة كده يجي في ذهنك ان احنا ايه، يجي في بالك يعني ان احنا نجيب كل واحد كرسي ونقعد بقى الدايرة، ونعمل دايرة بقى وكل واحد بقى يقعد يتكلم والناس تسمعه. تخيل، وعلى دراسات علمية، ان القعدة دي من اكتر الحلول اللي بتخلي الواحد يفرغ اللي جواه ويلاقي حلول لمشاكل كتير هو بيتعرض لها. فطلب الدعم من شخص انت بتثق في حكمته، شخص انت بتثق فيه على المستوى الشخصي، عشان ما يجيش يقول إيه قال لي عمل لي والحاجات دي. فطلب الدعم حاجة من الحاجات البديهية بالنسبة لأي حد بيمر بأي أزمة، خصوصا لما تكون الأزمة دي نفسية. ثالث حاجة، وضع خطة. خطة واضحة بأهداف واضحة. نهاية الخطة دي الهدف والحلم اللي انت بتتمنى توصل له. وبداية الخطة دي يعني كل خطة بيبقى لها نقطتين، نقطة بداية ونقطة نهاية. نقطة البداية النهاردة دلوقتي، ونقطة النهاية المكان اللي انت عايز توصل له، الحلم اللي انت نفسك تحققه. واحقاقا للحق، الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي، الفيديو ده فيديو الواحد يعني كان بيحلم سنين انه يبقى عنده قناة على اليوتيوب وانه يصور فيديوهات، وهو حلم بيتحقق، يعني الأحلام بتتحقق عادي خالص. فخطة واضحة بأهداف واضحة والأحلام بتتحقق عادي جدا جدا، بس مع المثابرة ومع المجهود ومع خطط واضحة. رابع نقطة أو رابع خطوة، التفكير بإيجابية. بمعنى ان انت تفكر بإيجابية لدرجة تخليك تبقى بتنتج اكتر، ولكن ما تبقاش عايش في الوهم. يعني ما يبقاش الواحد بيفكر الحياة وردي والحياة دريم لاند، لا، ما تبقاش عايش الوهم وفي نفس الوقت ما تبقاش بتفكر بتشاؤم. التفكير بإيجابية بمنطقية، وده يعني فيديو جاي ان شاء الله في السلسلة اللي جاية، يعني فيديو كاملا عن التفكير بإيجابية، وهنوضح ازاي بالنص وبالظبط ان الواحد يفكر بمنطقية، ما يبقاش عايش في الوهم وما يبقاش عايش بتشاؤم. واخيرا وليس اخرا، مارس نشاط انت بتحبه، مارس نشاط انت بتستمتع بيه، هواية من هواياتك. انا مش شايف ان الواحد لو عايز يروح جيم، او ان هو مثلا بيحب الكورة او بيحب الرسم او بيحب التصوير او بيحب يقعد على البحر، انا مش شايف معظم الهوايات انها محتاجة تدابير ومحتاجة فلوس ومحتاجة، لا لا، الموضوع انا مش شايف ان هو صعب. اللي عايز يروح جيم، لا روح جيم، ايه المشكلة؟ مش شرط انك تشترك شهر او اشتراك شهري زي ما بيقولوا وتروح كل يوم ومشوي ومسلوق ومحمر. لا، روح حصة في الاسبوع، روح حصة في الشهر.
عايز تلعب كورة انزل حجز كورة، روح العب كورة. عايز ترسم، عايز تحب البرمجة، ايا كان النشاط اللي انت بتحبه او الهواية اللي انت بتحبها، وجودها كشيء روتيني في حياتك بيفرق تماما. وبرضه احقاقا للحق تاني، الفيديو ده برضه انا بحب اصور فيديوهات بصراحة، يعني دي حاجة انا بحبها جدا، وبحب حاجات تانية يعني، ولكن الفيديوهات دي حاجة من الحاجات اللي أنا بحبها. فأنا حاليا دلوقتي بعمل حاجة أنا بحبها. لو في نقطة أنت سقطتها أو حاجة أنت مركزتش فيها، ارجع هات الفيديو من الأول. 5 خطوات مهمين، أهمهم طبعا بلا شك أول واحدة، والأربعة الباقيين برضو عالين الأهمية جدا. إيه فايدة كل ده؟ إنك توصل لمرحلة الإنتاجية. 5 أهداف أو 5 حلول واضحين، بحيث إنك توصل لمرحلة إنك تحجم الأزمات اللي أنت بتمر بيها على قد ما تقدر، وتحدد الأهداف لنفسك، وتحدد طريقة تخليك توصل لمرحلة الإنتاجية، إن ما يبقاش الكلام ده بيعطلك أو بيأثر عليك، وإنك تبقى شخص بتنتج سواء على المستوى العملي المهني أو المستوى الشخصي. وزي ما قلت، لو في حاجة سقطت منك أو في نقطة ما سرحت فيها، ارجع هات الفيديو من الأول. 5 حلول واضحين إن شاء الله هيأثروا معاك على المدى القريب إن شاء الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. أشوفك الفيديو الجاي. سلام.